السلام عليكم. بداية قصتنا هتكون في واحد من أرقى وأهدى المناطق في مصر في حي الزمالك، ولكن في اليوم بتاعنا بالذات ما كانش هادي خالص، ده كان عايش قصة رعب حقيقية. القصة بتاعتنا بتبدأ في شهر إبريل في سنة 2025، وبالتحديد الساعة 1:30 بالليل، لما السكان كلهم بيصحوا على صرخة بنت صغيرة جاية من الدور الثامن. الناس اللي قاعدين في العمارة ساعتها طبعًا صحيوا من النوم وفورًا جريوا على الشقة اللي طلع منها الصوت ده، وقعدوا يخبطوا على الباب ولكن ما كانش في حد بيرد. الجيران بقى الخوف سيطر عليهم، وبالخصوص إن الشقة دي قاعدة واحدة ست فيها وبنتها الصغيرين بس، وكمان البواب قال لهم إن الست دي خرجت من الصبح ولسه ما رجعتش. هنا بقى الجيران قرروا إنهم يرنوا على أم البنت دي ويقولوا لها باللي حصل، ولكن الست دي كانت المنوفية. وبنعرف بقى إن الست صاحبة الشقة دي اسمها سماح أحمد منصور، وعندها 45 سنة. الست سماح كانت قاعدة في المنوفية عشان بتاخد عزا حد من قرايبها، ولكن فجأة حد بيرن عليها وبيعرفها باللي حصل، وبيقول لها إن بنتك سمعنا صرخة منها وعمالين نخبط عليها الباب ومحدش راضي يفتح. هنا بقى الست سماح طبعًا بتخاف جدًا وبتفضل ترن على بنتها، ولكن بنتها ما كانتش بترد على التليفون. وهنا بقى الست سماح قررت إنها تحجز على طول لأول باص نازل القاهرة، وفعلًا الساعة 15:00 بالضبط كانت وصلت قدام الشقة بتاعتها عشان تشوف منظر سيّب رقابها. إيه هو المنظر؟ لقيت إن الجيران بتوعها كلّهم واقفين قدام الباب مستنيينها، وبيقولوا لها الحقي بسرعة إحنا عمالين نخبط وبنتِك مش طالع منها أي صوت. هنا طبعًا مسكت المفتاح بتاع الباب وهي بتفتح إيديها بتترعش، وأول ما فتحت الشقة لقيت إن الشقة مترتبة وما فيش آثار لأي حاجة، ولكن بنتها بقى ما كانش طالع منها أي صوت. فضلت تنادي عليها بصوت عالي وبنتها ما فيش منها أي رد، لحد ما راحت قدام باب الأوضة بتاع البنت الصغيرة، وأول ما فتحت الباب لقيت إن الباب مقفول من جوه. وهنا بقى الرعب بدأ يتملك منها. فضلت الست سماح هنا تخبط على بنتها ولكن ما كانش فيه أي استجابة منها، لحد ما نادت على الجيران اللي كانوا واقفين قدام الباب وقالت لهم تعالوا بسرعة اكسروا الباب. الجيران حاولوا يكسروا الباب لحد ما كسروه، وأول ما كسروه الست سماح هنا بدأوا يشدوها يرجعوها لورا، لحد ما رجعوها للصالة بتاعة الشقة بتاعتها، وسمعت أصوات خارجة عمّالة تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإيه اللي عمل فيكِ كده يا بنتي؟ وهنا بقى الست سماح قالت أنا عايزة أشوف بنتي إيه اللي حصل، ولكن الجيران كانوا رافضين نهائي إنها تخش الأوضة بتاعتها. وهنا بقى أيقنت إن في حاجة غريبة أو في حاجة حصلت، مصيبة حصلت لبنتها. عايزة تخش بالعافية الأوضة بتاعة بنتها، ولكن كل اللي واقفين عمالين يزعقوا فيها ويقولوا لها لأ ما ينفعش، ولكن هي بتقدر إنها تزقهم كلهم. وأول ما تشوف بنتها على الأرض تصرخ وتسمع العمارة كلها. وانت هنا بقى فضولك عايز تعرف ايه اللي حصل في المكان ده وليه صرخت وايه اللي حصل للبنت. وهنا بقى على طول الجيران بلغوا الشرطة، وشرطة قصر النيل على طول اتوجهوا للمكان عشان يشوفوا الحادث المرعب اللي حصل. طيب كان ايه الحادث المرعب؟ لما طلعوا الدور الثامن لقيوا إن في بنت في بداية العشرينات متعلقة في نص أوضتها بحبل ومشنوقة. أول ما الضابط شاف المنظر ده قدامه قرر على طول إنه يستدعي الطب الجنائي عشان يعرفوا إيه اللي حصل في المكان ده. واللي بنتكلم عنها اسمها فريدة، كان عندها 22 سنة وكانت طالبة في جامعة القاهرة وقاعدة مع الست سماح أمها. ولكن الست سماح بقى بعد ما شافت الموقف دي جالها نوبة صرع وعلى طول اتنقلت للمستشفى. كمان أي حد كان حاضر الموقف ده والموضوع ده عاش ليلة صعبة جدا ومريبة بسبب اللي شافه. مسرح الجريمة أصلا كله كان عبارة عن قصة مرعبة، من أول الأوضة اللي لقيوها مقلوبة، وكمان الباب اللي كان مكسور قبل ما الجيران يقتحموه، والآثار والجروح اللي كان على فريدة وهي متعلقة.
كمان المكتب لقوه مرمي ومتكسر، وكل حاجة كانت مش في مكانها، ولقيوا إن في ريحة شياط مالية المكان كله، وفي ورق متعلق على الحيطان بطريقة غريبة. كل دي كانت تفاصيل مبدئية شافها الضابط، ولكن ما كانش قدامه أي حاجة غير إنه يجيب الجيران ويحقق معاهم واحد ورا التاني. ولكن الجيران كلهم كان عند نفس الكلمة: إحنا دخلنا عليها الساعة 1:15 سمعنا صوت هز العمارة كلها، ولما نزلنا نخبط عليهم ما كانش فيه أي حد بيفتح، فكلمنا الست صاحبة المكان، وأول ما جت وكسرنا الباب على البنت شفنا المنظر الصعب ده. هنا طبعا الضابط أدرك إن في حد من بره العمارة دي هو اللي اقتحم المكان وهو اللي عمل في البنت كده، فطلب على طول إذن نيابة إنه يفرغ كل الكاميرات اللي موجودة في المكان. ولكن بقى لما فرغوا الكاميرات لقيوا إن مفيش أي حد غريب من بره العمارة دخل العمارة. وهنا بقى الضابط واقف متحير مش لاقي أي حاجة، ولما سأل سكان العمارة إجابتهم كانت منطقية جدا، والكاميرات بتقول إن مفيش أي حد من بره العمارة دخل. فهنا طبعا قعد بقى مستني الضابط أحمد عثمان، مستني تقرير الطب الجنائي، وقال هو ده اللي هيحل الموضوع. ولكن ما كانش الموضوع كده. لما وصل تقرير الطب الجنائي أثبت إن مفيش أي بصمة غريبة كانت موجودة في مسرح الجريمة، وكمان الآثار اللي كانت على البنت دي قبل ما تتوفى كانت قبلها بأيام، يعني مش في نفس اليوم. هنا طبعا أصبح في عقدة جديدة، الطب الجنائي مش قادر يحدد أي حاجة. فهنا بقى الضابط كان هيتجنن، هل القضية دي ملهاش أي حل؟ لحد ما في مرة وهو بيقرأ التقرير بتاع الطب الشرعي جاله تفكير: أنا ليه ما فكرتش إن البنت نفسها هي اللي تكون عملت فيها كده؟ طيب فهنا بقى طبعا مفيش أكتر من إنه يسأل الست سماح نفسها، أقرب الناس ليها. وفعلا أول ما جاله التفكير ده طلع على طول على مستشفى الهرم العام، واللي الست سماح كانت بتتعالج فيه من بعد ما حصلت الجريمة دي. أول ما راح لقي إنها قاعدة مع بنت تقريبا برضه في بداية العشرينات، وابتدى كلامه بإنه بيواسي الست سماح وعايز يعرفها هو مين. واللي كانت قاعدة مع الست سماح دي هي آية أحمد عبد الكريم، صديقة بنتها اللي توفت، وعندها برضو 22 سنة. وخليك فاكر آية دي كويس عشان هي اللي هتحل القضية قدام، أو هي اللي هتقول معلومة هتغير مسار القضية كلها. هنا بقى الضابط قعد يسأل الست سماح، وسؤال ورا التاني عايز يتأكد هل فعلا هي اللي عملت كده في نفسها. ولكن الست سماح قالت مش معقول، لأن بنتها كانت قريبة جدا من ربنا، وكانت بتصلي، وكانت مهتمية بتعليمها جدا، ودايما مفيش حاجة وراها غير المذاكرة. فكده كل حاجة بتأكد إن فريدة كانت في كامل قواها العقلية. هنا طبعا الضابط استغرب، هو مش لاقي حل للقضية، فرجع على طول، خرج من المستشفى ورجع على المكتب بتاعه. وأول ما وصل للمكتب 5 دقايق بالظبط ودخل عليه العسكري وبيقول له: يا باشا في واحدة واقفة بره عايزاك. قال له: اسمها ايه؟ قال له: اسمها آية. وأول ما سمع آية قال له: دخلها بسرعة. هنا طبعا أول ما آية دخلت عليه بعت يجيب لها حاجة تشربها واستنى لما تفتح الكلام، وبعد كده سألها: ايه اللي جابك؟ قالت له: انا عارفة السبب ومتأكدة من حاجة معينة هي كانت السبب في ان فريدة تعمل كده في نفسها. هنا بقى الضابط ركز معاها اكتر وقال لها: احكي لي اكتر. فهنا هي قالت له ان السنة بتاعتها دي كانت سنة التخرج من الجامعة، وكل واحد بيختار هو هيعمل ايه في السنة دي. ولكن فريدة قررت انها هتعمل حاجة شخصية، هتعمل حاجة وثائقية عنها نفسها وعن حاجات كتيرة على السوشيال ميديا بيتكلم عنها مخصوص في الوقت ده، وهي الدمية لبوبو. فهنا الضابط سألها وقال لها: الدمية دي تكون ايه؟ فعرفته ان الدمية دي اتصنعت في اليابان والصين وانتشرت بالذات ما بين البنات بس، وكان كل البنات بيجيبوها، ولكن بعد فترة بيحسوا بأذى نفسي وأذى جسدي كمان من الدمية دي، وكل الدنيا كانت مقلوبة. ففي الدول العربية الناس كمان لما شافت الشهرة بتاعت الدمية دي بدأوا إنهم يصنعوها، ولكن ما كانتش الأصلية، لحد ما شافوا أكاونت على الانستجرام بيبيع الدمية الأصلية ولكن بسعر غالي جدا. وفي بقى كذا حد اشترى الدمية دي فعلا وحصل معاه حاجات غريبة، وكانوا بيحكوا كل حاجة من كدمات وجروح لما بيصحوا بيلاقوها. ولكن الموضوع ما كانش متصدق قوي، لدرجة إن في ناس طلعت وقالت إن فعلا في ناس اشترت الدمية دي وبعد كده ماتوا على طول. فهنا
فريدة اختارت بقى مشروع التخرُّج بتاعها إنها تعمل فيلم وثائقي عن الدمية دي، فقدرت إنها توصل للaccount بتاع الإنستجرام وكان اسمه أرواح بونيكا. المهم قدرت إنها توصل للaccount ده وفعلًا طلبت الدمية ووصلت لها لحد البيت، وبدأت إنها تصوّر فيلم لنفسها وتقول إيه اللي بيحصل أول ما الدمية دي وصلت، ولكن كان كل شيء طبيعي ما فيش أي حاجة غريبة. وكمان فريدة كانت بتورّي الفيديوهات اللي بتعملها دي لآية أول بأول، ولكن بقى بعد شوية الموضوع اتطوّر، وفعلًا فريدة كانت بتصحى من النوم وجسمها عليها آثار حروق وكدمات كأن حد بيلسعها وهي نايمة، فهنا ابتدت تحكي لآية، فآية قالت لها لأ أنتِ لازمًا تبعدي عن الموضوع ده وخرّجي الموضوع ده من دماغِك واعملي مشروع تخرُّج تاني بدل ما تتأذي، ولكن فريدة ما سمعتش كلام آية، وفضلت إنها تكمّل في الموضوع، ولكن بقى أسلوبها اتغيّر مع آية، ما كانتش بتكلّم آية خالص وبعدت عنها وانعزلت، وهنا آية بتقول أنا سمعت باللي حصل ومتأكدة إن اللي حصل لفريدة كان بسبب الدمية دي. الضابط هنا كان قاعد مش عارف يقول إيه، فطلب من آية قال لها خلاص شكرًا أنتِ جيتِ قُلتِ اللي عندِك اتكلي على الله، وأول ما مشيت الموضوع بالنسبة له كان غريب ومريب جدًا، لدرجة إنه بدأ يبحث على النت ولقي فعلًا إن في ناس كتيرة بتقول نفس الكلام اللي قالته آية، وإن الدمية دي غريبة وفي ناس بتموت بسببها. فضل بقى يدوّر على الaccount اللي كان على الإنستجرام ولحد ما وصل ليه، ولكن الaccount ده كان غريب يا صديقي، غريب ومريب، كل الصور اللي عليه لدمى كلها صور مخيفة ومرعبة. هنا بقى الضابط جاله فكرة حلوة، بعت لمباحث الإنترنت بيطلب منهم يعرفوا مين اللي ورا الحساب بتاع الإنستجرام، وعلى طول طلّع إذن من النيابة، ولمّا جاله الإذن بعدها بيومين راح بسرعة على أوضة فريدة، الأوضة كانت زي ما هي، وفضل يفتش فيها على أي حاجة ولكن ما لقيش، لحد ما ييجي له تفكيره إن التليفون بتاع فريدة ما حرّصتشوش النيابة، فبدأ إنه يدوّر عليه ولقي فعلًا إن التليفون لسه مع فريدة، والتليفون كان موجود تحت الكنبة اللي كانت مرمية على الأرض، وأول ما مسك التليفون ما لقيش عليه باسورد، ودي اللي سهّل بقى الموضوع للضابط إنه يخش ويشوف إن في ملف كامل اسمه مشروع لبوبو، والملف ده كان فيه 14 فيديو متصورين، أنت متخيل كمية الفيديوهات؟ الضابط بدأ يسمع الفيديوهات واحد ورا التاني، وكان الموضوع طبيعي لحد ما وصل للفيديو رقم 5. هنا بقى بدأت فريدة تعرض الكدمات والجروح اللي كانت موجودة على جسمها، ولك أن تتخيل إن كل ما الفيديوهات بتزيد جسم الضابط نفسه كان قاعد بيقشعر، هو كان بيحكي وبيقول أنا ما كنتش مستحمل اللي باشوفه في الفيديوهات، لدرجة إنه لما وصل لفيديو معين كان بيقول إن فريدة بتصور نفسها بالليل وفجأة كانت بتقوم من النوم وتقعد تبص حواليها في الأوضة وبعد كده ترجع تاني تكمل نوم عادي، لحد بقى ما نوصل ليوم الجريمة وكانت مصورة فيديو لنفسها وهي واقفة بتعيط عياط شديد جدا وبصة للدمية، وفجأة قررت إنها هتولع في الدمية وهي بتصور، وفعلا ولعت في الدمية لحد ما اتفحمت وبقت رماد، وهنا طفت الدمية وراحت مجمعاها في كرتونة ومسكت الكرتونة وحطتها فوق الدولاب بتاعها، ومن بعدها رجعت بقى فضلت باصة للكاميرا وكأنها بتقول نظرة الوداع دي، وعلى طول راحت قافلة الكاميرا. هنا بقى الضابط قعد يدور على الكرتونة وفعلا لقيها فوق الدولاب، وأول يا صديقي ما فتح الكرتونة الرعب مسكه من أوله لآخره، نظرته المرعبة وهو بيبص جوه الكرتونة وبيلاقي إن الدمية اللي اتولع فيها قدامه سليمة بالكامل، ما كانش موجود أي أثر حرق على الدمية، كانت سليمة تماما كأنك لسه مشتريها. فهنا طبعا من كتر الخوف اللي فيه خرج فورا بره الأوضة ديت وخد معاه الكرتونة والتليفون وراح موديهم للقسم، وهنا بقى جاله الرد من مباحث الإنترنت إن الأكونت اللي على الانستجرام ده هو أصلا مش أكونت في دولة عربية، الأكونت ده من إندونيسيا، وكمان في حسابات كتيرة أوي على الانستجرام بنفس الشكل ده، ومحدش عارف ولا يعرف مين اللي ورا الحسابات دي وليه بيعملوا كده، عشان الضابط يعرف إنه قدام قضية مستحيل حلها، وأيقن فعلا إن فريدة هي اللي عملت كده في نفسها، والقضية تفضل مفتوحة لحد النهاردة. أتمنى القصة تكون عجبتك، استناني إن شاء الله في قصة جديدة وسلام.